إذا متعودين دايما على نفس أنواع الشوربات وتحبون التغيير بشي مختلف وطعمه يفاجئكم، لازم تجربون شوربة البروكلي. قوامها كريمي ناعم، والخضار ويا الجبن يندمجون بطريقة تخلي الطعم ولا أروع. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدأ الوصفة خطوة بخطوة. بقدر على النار ضفت ملعقتين من الزبد، وراح أضيف بصلة صغيرة الحجم مثرومة ناعم. أقلب البصل إلى أن يذبل، وبمجرد أن يذبل البصل راح أضيف فص ثوم مهروس وأنطيه تقليبه إلى أن تبرز ريحته. هسه راح أضيف كوب ونص من الجزر المبروش. أحمس الجزر إلى أن يذبل. بعد 5 دقايق ذبل الجزر، راح أضيف 4 أكواب من البروكلي، وراح أضيف نص ملعقة صغيرة لكل من الكمون والزنجبيل، ورشة من الفلفل الأسود وملح الكمية حسب الرغبة. وأيضا أقلب المكونات ل5 دقائق أخرى. هسه راح أضيف ملعقة زبدة، وراح أضيف ملعقتين طحين، وأحمس الطحين ويا الخضار إلى أن تختفي ريحة الطحين. وهسه راح أضيف مي بصورة تدريجية، وأحرك بهذا الشكل حتى ما يتكتل الطحين. ونتحكم بسخن الشوربة بكمية الماء المضافة. أنا استخدمت 5 أكواب من المي. أول شي راح نتركها على حرارة عالية، وبمجرد أن تغلي راح أقلل الحرارة للوسط. بعد 20 دقيقة نضجت ويانا الخضار. هسه راح أهرس نص الكمية وأترك النص الثاني بدون هرس. وراح أضيف كوب من جبنة الشدر وربع كوب من جبنة البارميزان إذا متوفرة، وعلى حرارة هادئة ل5 دقايق. هنا عندي خطوة اختيارية، هي الصمون الدائري. يمكن الاستغناء عنها وأن نصب الشوربة بكاسات، لكن أنا استخدمت هاي الفكرة. شلت الجزء الأعلى وبعدين رفعت لب الصمون، وراح استفاد منه فيما بعد. راح أدخلها فرن حامي مسبقا، وأشغل الحرارة هادئة من الأعلى حتى أحصل على القرمشة. ومن تاخذ هذا اللون راح نتركها تبرد. وهاي هي القرمشة المطلوبة بالصمون، تنطي طعم طيب للشوربة. وهسه نصب الشوربة الحارة، ولازم يكون الصمون بارد. إذا كنتم من محبين الجبن ضيفوا جبن إضافي. أنا ضفت جبنة شيدر وجبنة بارميزان إضافية. وهسه راح أغطي الصمونة وأتركها 5 دقايق. وهيج صارت الشوربة جاهزة ويانا. قوامها كريمي ناعم ومتماسك بنفس الوقت. هالشوربة وجبة متكاملة كلها فوائد، شكلها يفتح النفس وطعمها روعة. إذا جربتوها مرة أنا متأكدة راح تعيدوها أكثر من مرة. ومن تغمسون الصمون بيها يتشرب الشوربة ويصير طري وطيب بطريقة تخلي كل لقمة تذوب بالفم، وتخليكم ترجعون تاخذون غيرها بدون ما تحسون. جربوها وكتبولي رأيكم بالتعليقات، وألف صحة وعافية.